أهلا وسهلا بكم في قناة طبخ بنت أمل. نتمنى تلقاكم هاد الوصفة في أحسن الأحوال. إلا كنتيو أول مرة تشوفوا القناة نتمنى تشتركوا باش يوصلكم الجديد. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم حلوة ديال لاكريم ولا أروع بكريمة ديال المونغ. كتجي لذيذة بزاف وكتذوب في الفم بهاد الجينواز اللي غنشارك معكم. ناجحة ومفشفشة ومهوية فعلا. حلوة د لاكريم ولا طارطة، يعني مداكشي رفيع حسن اللي كنشريو من الزنقة. طبعا كطيح اقتصادية وصحية يعني وكنتحكموا في الكمية ديال السكر، موادها طبيعية أكثر ونتيجتها كتجي مرضية بزاف. نقدموها للضيوف ديالنا بالصحة والراحة. ان شاء الله تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. تبعوا فقط المراحل ان شاء الله وغتنشح معكم. نخليكم مع المقادير والطريقه نتاع التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 4 ديال البيضات يكونوا كبار. عندي كذلك 3 معالق كبار ديال السكر، 50 مليلتر ديال الزيت، 100 مليلتر ديال العصير ديال المونغ، 125 غرام ديال الدقيق، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. وغادي نحتاج كذلك الملون الاصفر اللي غنديروه في الجينواز، اختياري طبعا باش كتجينا صفراء. فغادي نفرق الابيض على الصفر. ضروري ما البيض يكون بحراره الغرفه والبيض يكون كبير، يعني 4 البيضات كبار. الا عندكم البيض صغير ديروا 5 ديال البيضات. وغادي نضيف السكر. غادي نخلط غير بالطراب اليدوي. في هذه الاثناء طبعا كندير الفران يسخن على 140 درجه. غادي نضيف الزيت والعصير ديال المونغ، كيعطيها واحد المذاق لذيذ بزاف لهاد الجينواز هادي. يمكننا ناكلوها غير هكا، كتجي ولا اروع في الحقيقه. كيعطي واحد النكهه زوينه بزاف. غادي ندير واحد القطيره ديال الملون ونخلط كلشي مزيان. ومن بعد غادي نضيف الدقيق اللي غادي نغربل مع الخميره، وغنضيف عليه واحد القبيصه ديال الملحه. نخلط كلشي مزيان تيكولي يعني خليط يعني متجانس. نخليه على جنب وندوز باش نوجد الصفار الابيض ديال البيض. هنا عندي البيض غادي نضيف عليه قبيصه الملحه وغادي نديرو في الباتور يعني درجه مجهده بزاف باش يطلع لنا البيض. وملي غيبدا يطلع بحال هكا غنضيف عليه واحد 3 المعلقات كبار ديال السكر، معلقه بمعلقه. اللي كيبغي الحلاوه يمكن ليه يدير اكثر، يمكن يدير مثلا هنا 5 المعالق ويدير عاوتاني 5 المعالق مع يعني الصفار ديال البيض اللي كنا درنا. صافي ملي كيولي عندنا البيض دير بحال هكذا كنعرفوه راه ناجح. فضروري باش تجينا جينواز مهويه ومفشفشه خاص ينجح معنا البيض ديال البيض. غادي ناخذ بمعلقه شويه ديال الابيض وغادي نضيفو على الخليط وغادي نحرك غير بالمهل. يعني عطيوها الخاطر لان باش تبقى لنا مهويه ومفشفشه. صافي ملي غادي نخلطها كلها مزيان غادي نوضعها في المول اللي دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، ووضعت في التحت ديالو الورق ديال الطبخ. المول فيه 22 24 عفوا سنتيم. يمكن لكم الا بغيتوها تجيكم عاليه اكثر ديروها في مول ديال 22 سنتيم. غادي ندقها فوق سطح العمل وغادي نوضعها طيب على الفران اللي كنا ديجا سخنا على 140 درجه. تقريبا كتاخد من 45 حتى 55 دقيقه حتى كتطلع وكطيب يعني على خاطرها. انا غندوزو باش نوجدو الكريمه. غادي نحتاج مونغ وغادي نحتاج معلقه كبيره د الزبده، معلقه كبيره د السكر، وكذلك 2 معالق كبار ديال النشا. فضروري باش تجينا هاد الوصفه ولا هاد الكريمه اللذيذه خص المونغ تكون حلوه وطريه وطيبه، عفوا ماشي طريه طيبه، باش تجينا الكريمه لذيذه بزاف. طبعا غادي نضيف واحد المعلقه د السكر فقط للتحليه. اللي بغى يكتفي غير بالحلاوه ديال الفاكهه يمكن له. صافي هنا كيف ما لاحظتوا نقيتها وغادي نقطعها طريفات نديرها في المولينيكس نطحنها مزيان. وغادي في كاسرونه نوضع عليها داك 2 معالق كبار ديال النشا، معلقه ديال السكر، وغادي نخلط هادشي كله مزيان ونوضعها فوق النار تكون مهيله ونبقى تنحرك حتى كتعقد لنا هاد الكريمه هادي بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيف داك المعلقه ديال الزبده. فعلا كتجي لذيذه هاد الكريمه، يمكن لكم تستعملوها يعني في بزاف ديال الحلويات. كتجي ولا اروع في الحقيقه. صافي غادي نخليها على جنب واحد الزليفه ونغطيها حتى كتبرد. ملي كتبرد مزيان كنديرها في الثلاجه عاد باش من بعد نستعملوها.
هنا الجينواز كيف ما كتلاحظوا طابت وطلعات، غادي نخليها على جنب حتى هي حتى كتبرد مزيان. عاد غادي نقطعها، انا هنا قطعتها على 3 ديال الاطراف. وغادي ندوز باش نوجد الكريمه. غادي نحتاج اي جبن كريمي، تقريبا عندي 500 غرام. غندير معاه 3 حتى ل 4 المعالق كبار ديال السكر على حسب الحلاوه اللي بغيتو. وغادي نسم هنا بالفانيليا. انا ما توفرليش في الحقيقه يعني النكهه ديال المونغ اللي توفرت لكم، ديروها باش يجينا كلشي فيه الطيبه ديال المونغ. صافي غادي نضيف داك المعالق ديال السكر كلاصي، نسم بالفانيليا، نخلطو مزيان. وغادي ندوز باش نمونطي الحلوه ديالي. صافي هنا غادي ندهن الجينواز تقريبا واحد المهم شويه ديال العصير ديال المونغ باش هي كتجي فيها الطيبه. وهنا الطبسيل اللي غادي نقدم فيه وضعت فيه وراق الطبخ بحال هاد الطريقه هذه باش ما يتوسخناش الطبسيل ونزولو يعني بسهوله داك الوريقات كيبقى لنا الطبسيل نقي. صافي غادي نوضع طبقه ديال الكريمه وطبقه ديال الكريمه ديال المونغ، نعاود نوضع الطبقه الاخرى ديال الجينواز، كذلك طبقه ديال الكريمه وطبقه ديال الكريمه ديال المونغ حتى نوصل للطبقه يعني الاخرى. وغادي نوضع الطبقه الاخرى بهذه الطريقه هذه. فالبلاصه اللي سقيت هي اللي غادي نديرها من الداخل. كيف ما كتشوفوا كتجي طيبه، يعني الطيبه هو هذا كتجي مفشفشه وهشيشه بزاف. صافي غادي نوضع الكريمه نديرها حتى في الجناب، نغطيها مزيان، نغلفها يعني بهاد الكريمه مزيان، ونوضع شويه ديال الكريمه ديال المونغ غير من الفوق. طبعا التزيين تيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا لا بوشادوي مثلا وريضات من الفوق ديال هاد الكريمه هذه. انا غادي نزينها بخطوط ديال الكريمه بحال هكذا. ويمكن لكم كذلك حتى في الجناب تخليوها غير هكا، ولا ديروا لها الكوز ولا رقائق اللوز ولا اللي بغيتو. انا درت رقائق اللوز اللي حمرت غير شويه في المقله حتى تحمروا، ومن بعد غادي نزين بهم الجوانب. ومني غادي نكملها غادي نوضعها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان. انا بحقيقه ما خليتهاش تبرد مزيان، كنت شويه مزغوبه عليها. فجبتها كانت مازال هذاك الكريمه يعني ما شداتش راسها، والنهار اللي صوبتها فيه كان الصهد بزاف. فخليوها تبرد على خاطرها حتى تشد راسها، وعاد من بعد قدموها بالصحه والراحه. فعلا كتجي ولا اروع، لا الجينواز ولا الكريمه. انا ان شاء الله متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. شكرا جزيلا على التعليقات ديالكم، على التشجيعات ديالكم، وما تنسونيش بالدعوات ديالكم. نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله، في امان الله.